السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم النبيين. وفاة الفنان طارق عبد العزيز، إليكم التفاصيل وسبب الوفاة وأين تم الوفاة. حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني ومحبي الفنان بعد الإعلان بشكل مفاجئ عن وفاة طارق عبد العزيز. أثر أزمة قلبية عن عمر ينزه 55 عاما. رحل الفنان طارق عبد العزيز وهو في لوكيشن التصوير أثناء قيامه بتصوير مشهد في مسلسل وبائنات 2 مع النجمة رانيا يوسف. لتأتي وفاة طارق عبد العزيز المفاجئة وتكون صدمة كبيرة جدا لزملائه النجوم ولمحبينه، وخاصة وأنه مات أثناء التصوير. والسبب الحقيقي وراء موت الفنان طارق عبد العزيز أزمة قلبية تعرض لها، حيث سقط مغشيا على وجهه أثناء التصوير بعدما أصيب بتشنجات، وتم نقله إلى المستشفى في الشيخ زايد من أجل إنقاذه. وبحسب ما تم تداوله فإن الفنان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة قلبية مفاجئة تسببت في إيقاف قلبه مباشرة. طارق عبد العزيز كان يعاني من مشكلة بالقلب، وأجرى عملية بالقلب من شهر يونيو الماضي، أي من حوالي 4 شهور، وقام بإجراء قسطرة قلبية وتركيب دعامات حتى تحسنت حالته الصحية، لكن يبدو أن الأزمة استمرت وعادت له مرة أخرى ومن جديد. وبالنهاية اللهم احسن ختامنا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله.